كبدايه قلنا اللي احنا عندنا في المتجهات، انا ما بعرفش اضربها الضرب الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو مثلا اجي اقول لك 2 في 3 هتقول لي 6، 5 في 4 تقول لي 20. ده ضرب ارقام في بعض. انما لما بيكون عندي متجهات، متجه، فانا بيكون عندي نوعين من الضرب، ايه هما؟ يا اما ضرب قياس قياسي، الاتجاه. النوع التاني اللي هو الاتجاهي. قلنا الضرب القياسي دوت احنا بنسميه عندنا برضو الدوت برودكت، بنسميه برضو كده بالانجليزي دوت برودكت. دوت برودكت اللي هو ضرب اتجاهي، تمام. ليه سميناه دوت؟ دوت ديت معناها نقطة. ليه؟ عشان لما انا باجي اضرب متجهين ضرب قياسي، بيبقى اقول مثلا ان المتجه اللي اسمه الف ضرب قياسي المتجه اللي اسمه ب. فعشان كده احنا بنسميه دوت برودكت اللي هو ضرب قياسي. دوت في دوت اللي هي نقطة، يبقى النقطة تشير لمين؟ للضرب القياسي. يبقى الف ضرب قياسي ب اللي هو عبارة عن الف دوت الب، تمام. انما الضرب الاتجاهي الاشارة بتاعته بتكون عاملة ازاي؟ لما اجي مثلا اجي اقول لك الف، الاكس ديت ما بنسميهاش ضرب، بنسميها عندنا كروس، كروس برودكت، تمام. فبنقول ايه؟ الف كروس ب، يبقى الف ضرب اتجاهي ب بالعربي، الف كروس ب بالانجليزي، تمام. مهم قوي تكون عارف اسمهم بالعربي والانجليزي، دوت وكروس. دوت ضرب قياسي والكروس ضرب ايه؟ ضرب اتجاهي. كنا خدنا قلنا ان ناتج الضرب القياسي دايما، ناتج الضرب القياسي دايما بيكون عباره عن ايه؟ قيمه قياسيه، يعني رقم، صح. الناتج بتاعه في الاخر بيكون قيمه قياسيه. ليه؟ عشان زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت احنا خدنا في الفيزياء نوعين من الكميات، لا اما تكون كميه قياسيه لا اما تكون كميه متجهه. قلنا الكميه القياسيه بتكون عباره عن ايه؟ كميه ليها مقدار بس، عشان كده بنسميها كميه ايه؟ قياسيه. انما الكميه المتجهه بيكون لها مقدار واتجاه، مقدار واتجاه، تمام. فالضرب القياسي يعتبر هنا ايه؟ كميه قياسيه، عشان الناتج بتاعه بيكون قيمه بس، يعني بيكون كميه بس، وليس لها اتجاه، ليست موجهه، بيكون الناتج بتاعه رقم، صح كده. صح. وكنا قلنا برضو لو انا عندي متجه اسمه الف، انا ده كله يا جدعان انا قايله الحصه اللي فاتت، انا براجع بس بسرعه. هو عباره عن الف س والف صاد والف تاني. عين، وعندي متجه اسمه ب. متجه اسمه ب اتجاه سين السين، صاد عين. بس صاد وب في اتجاه العين. ففي الحاله دي كده لو الراجل جه طلب منك انا عايز اجيب الف دوت برودكت الب، ايه القاعده بتاعتك؟ بضرب السين في السين، يعني الف س اضربها في ب س، زائد الالف صاد في الب صاد، بضرب الصاد في الصاد في الب صاد، ألف عين زائد صفر. اضرب العين في العين اللي هو الالف عين ب عين. ولو خدت بالك ان لو انا جمعت الثلاث حاجات دول في الاخر هيطلع لي رقم. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول لك كده، ناخد مثال. قلت لك مثلا عندي متجه اسمه الف، هو عباره عن اتنين وتلاتة وصفر، ومتجه اسمه ب وعباره عن أربعة وخمسة وسالب تلاتة مثلا، تمام. قلت لك أوجد ألف متجه ضرب قياسي ب متجه، ثم أوجد ب متجه ضرب قياسي ألف متجه، وعايزك تقول لي إيه الفرق؟ إيه الفرق ما بين ده وده؟ هنعرف دلوقتي إيه الفرق. قلنا لو أنا عايز أجيب الألف متجه ضرب قياسي الب متجه بعمل إيه؟ حد يتكلم معايا كده. هتبقى ألف سين في تنفع ب ده؟ سين، يعني الأول في الأول والتاني في التاني والتالت في التالت. حلو، يعني معنى أصح السيني في السيني يعني 2 في 4 ب 8، صح؟ زائد الصادي زائد في الصادي تلاتة 3 في في 5 ب 15، 15. العيني في العيني صفر في سالب 3 بصفر، صح؟ يبقى يبقى الناتج عبارة عن كام؟ 8 زائد 15. 23. 23. يبقى انت هنا انا اثبتت لك فعلا ان ناتج الضرب القياسي دايما بيكون رقم وليس متجه.
زي ما هنشوف بقى في الضرب الاتجاهي في الدروس الجايه، ان ده الضرب الاتجاهي الناتج بتاعه بيكون متجه، وهعلمك ازاي تجيبه. انما دلوقتي احنا عندنا الف متجه ضرب قياسي ب متجه. الضرب القياسي لازم الناتج بتاعه يكون رقم، لازم يكون رقم. طب بعد اذنك هات لي الب متجه ضرب قياسي الالف متجه، عايز اعرف الفرق. هضرب السين في طب السين. 4 في 2 بقى. 4 في 2 بكام؟ بستة صح؟ تمام. يبقى 8. 8 قصدي، لا مؤاخذة. 5 في 3 ب15. سالب 3 في صفر برضه بصفر. الناتج طلع بكام؟ 23 برضه. 23. يبقى انا هنا عايز اقول لك قاعده مهمه قوي، قاعده مهمه قوي، ان نهاية بدلية. الضرب القياسي ابدالي. ابدالي دي قاعده مهمه قوي. يعني لما اجي اقول لك الف متجه ضرب قياسي ب متجه، هي لما اجي اقول لك ب متجه ضرب قياسي الف متجه. خدت لي بالك؟ خدت لي بالك من الحته ديت؟ يبقى احنا دلوقتي اثبتنا ايه؟ اثبتنا اول حاجه ان الضرب القياسي لازما الناتج بتاعه يكون رقم. تاني حاجه تمام. اثبتناها ان الضرب القياسي ابدالي. يعني لما اجي اقول لك الف متجه ضرب قياسي ب متجه، هي لما اجي اقول لك ب متجه ضرب قياسي الف متجه، عشان على طول بيجيبها في الامتحانات. فكر الناس هتتلخبط دي. تمام. تمام. نبدا بقى نخش في ده كله كده، انا قلته الحصه اللي فاتت، هنبدا بقى في الجديد. الاساس اصلا في الضرب القياسي، الاساس في القانون اصلا جاي ازاي؟ ان لو انا عايز اجيب الف متجه ضرب قياسي ب متجه، القانون الاساسي اصلا بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن معيار الف مضروب في معيار ب، تمام، في جتا الزاويه اللي ما بينهم جتا سيتا. مم. ها، يبقى دلوقتي لو انا عندي متجه اسمه الف، ومتجه تاني اسمه ب. ها، متجه اسمه الف ومتجه تاني اسمه ب، وما بينهم زاويه سيتا، ما بينهم زاويه سيتا. لو انا عايز اجيب ناتج ضرب قياسي لألف متجه ضرب ب متجه، فأنا أقول إيه؟ أقول والله معيار المتجه الأول في معيار المتجه الثاني في جتا الزاوية المتجهات اللي في ما بينهم. جتا سيت. في جتا الزاوية اللي ما بينهم. مم. طب الكلام ده جه منين؟ جه اللي أنا جبت حاجة اسمها إسقاط المتجه ألف على المتجه ب. جبت إسقاط المتجه ألف في مين؟ المتجه. في المتجه ب. عن طريق إيه؟ عن طريق اللي أنا لو أنا عايز أجيب إسقاط حاجة على حاجة زي ما إحنا كنا واخدين قبل كده، فأنا أول حاجة بجيب المعيار بتاعها، المعيار بتاع ألف. ولو انا اعتبرت ان ده مثلث قائم، فبيكون دوت مم. معيار الف جاتا سيتا، ودوت معيار الف جا سيتا. مش دوت احنا واخدينه قبل كده اه اه. الدرس الثاني؟ يبقى هو معيار مم. الف جاتا سيتا، وهضربه في معيار ب، يبقى انا كده جبت مين؟ ناتج الضرب القياسي لالف ضرب قياسي ب. مم. يبقى انا دلوقتي ما تمام. يهمنيش دلوقتي الاثبات في حاجه، مش هيفيدك في حاجه. امال مين اللي هيفيدك؟ القانون. القانون بقى فيه شويه تمام. ملاحظات عايزك تاخد بالك منها. ايه هي الملاحظات بتاعتنا؟ اول حاجه، انا بجيب المعيار بتاع المتجه الاول والمعيار بتاع المتجه الثاني في مين؟ في جاتا سيتا. مين السيتا ديت؟ الزاويه المحصوره ما بين المتجه الاول والمتجه الثاني. تمام. مم. بس انا هنا كلامي ناقص. ليه ناقص؟ قال لك ان السيتا ديت هي الزاويه اللي محصوره ما بين المتجه الاول والمتجه الثاني، بس بشرط بقى. ايه هو الشرط؟ ان لازم أن تكون النقطه اللي هم تقاطعوا فيها ديت، النقطه ده ايه اللي هم تقاطعوا فيها ديت، المتجهين يكونوا خارجين منها. المتجهين يكونوا خارجين منها او داخلين ليها. تمام. يعني شكلهم يكون عامل ازاي؟ يعني مثلا يكون شكلهم عامل كده. ها، ده اسمه متجه اسمه الف اهو، ده متجه اسمه الف، وده متجه اسمه ب. ففي الحاله ديت الزاويه اللي ما بينهم ديت كده هسميها سيتا. ليه؟ عشان هما الاثنين خارجين من نقطه التقاطع، هما الاثنين المتجهين، ده خارج منها وده خارج منها. صح. او او لو انا برضو رسمت رسمه تانيه كده، قلت لك مؤاخذه، امسح دوت. ماشي. قلت لك ده اسمه المتجه الف، وده اسمه تمام. المتجه ب. يبقى برضو لو النقطة اللي هي نقطة التقاطع دي
الاثنين المتجهين داخلين ليها، فالزاويه دي برضو اقدر اقول عليها سيتا. ها، تمام. يبقى دلوقتي انا قلت حاجه، قلت ان سيتا من الزاويه اللي ما بينهم ديت في شرط معين. ايه هو الشرط المعين؟ لا المتجهين يكونوا خارجين من نقطه التقاطع، لا يكونوا داخلين لنقطه التقاطع. ففي الحاله ديت هقدر اقول ان ديت سيتا. تمام. طب الراجل ممكن يجيب لي ايه؟ ممكن يجيب لك كده في الامتحان، يقول لك والله انا عندي المتجه الف اهو، والمتجه ب اهو. ده متجه ب، ودي متجه الف، والراجل قام قايل لك كده ب 30، آه. ودي ب 30. لو واحد مش مركز في الكلام اللي احنا قلناه، فالراجل هيكون ينفعش. هيقول لك مثلا اوجد مين الالف متجه ضرب قياسي ب متجه. فالناس هتعمل ايه؟ هتقول لك والله الف متجه اهو وب متجه اهو، يبقى الزاويه المحصوره هي 30. لا، يبقى انت كده مش مركز مع كلامي. انا قلت ايه؟ لا يكونوا الاثنين داخلين لنقطه التقاطع، لا يكونوا الاثنين خارجين منها. امال الشكل اللي قدامك ده ايه؟ واحد خارج والتاني واحد داخل. ثالث واحد. عندك هنا حاجه هتعمل ايه؟ هعمل هعمل امتداد للي داخل ده، همده على استقامته حلو. بالمسطره، همده على استقامته بالمسطره، واعتبر ان ده ب. ما انا مديته، ما ده متجه، مم. يبقى انا مديت الب على استقامته في نفس الاتجاه. لو انت خدت بالك بقى دلوقتي ان الزاويه ده اهي، الزاويه ده اهي، نعملها مثلا بلون تاني. الزاويه ده اهي دلوقتي اللي هي بالاخضر دي، هي 150. الزاويه 150. اللي هي السيتا. ليه بقى؟ عشان الاثنين خارجين من نقطه التقاطع. بص، الف خارج وب خارج، ففي الشرط في الحاله ديت يبقى السيتا بكام؟ ب 100. 150. 105. يبقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها مهمه قوي يا جدعان، دي اكتر حاجه بتوقع. السيتا اللي تمام. موجوده في القانون بتاعنا هي السيتا اللي ناتجه من ايه؟ ان المتجهين لا داخلين لنقطه التقاطع ولا خارجين منها. تمام. طب انا عندي واحد داخل واحد خارج، مد واحد فيهم على استقامته بحيث ان يكونوا الاثنين لا يكونوا داخلين لا يكونوا خارجين. تمام. يبقى دلوقتي كده انا مديت الب صح. طب انا كنت ممكن امد حاجه تانية. كنت ممكن تعمل ايه؟ كنت ممكن امد الالف، صح. الالف ماشي آه. كده، فانا هكون اكني جايبه من ورا، اكني جايبه من ورا كده ورايح عند الالف. فبص هتلاقي ان الالف شكله عامل كده صح، ماشي في الاتجاه ده، ماشي في الاتجاه ده. فهتلاقي ان الف وب برضو داخلين لنفس النقطه، ولو جيت حسبت هتطلع برضو الزاويه بكام؟ ب 150، صح كده. آه. يبقى انت دلوقتي مهمتك ايه في الدرس دوت؟ لا تخلي لي الاثنين خارجين من نفس النقطه، لا داخلين من نفس النقطه، عشان تحكم ان ديت هي الزاويه اللي انت عايزها. تمام. واضحه؟ عشان اديك مساله دلوقتي وشبه انت طبعا شبه اللطخ، وهتروح تقوم حاطط الزاويه اللي موجوده، تبلع صفر على طول. تمام. تمام. يبقى ديت نقطه احنا قلناها. يبقى زي ما احنا قلنا ان اسمه ده نحاصل. نرجع بقى للالوان الاساسيه. ان لو انا عندي الف متجه ضرب قياسي ب متجه، ففي الحاله ديت بقول معيار المتجه الاول مضروب في معيار أيوة. المتجه الثاني في جتا جتا الزاوية. الزاويه اللي ما بينهم، بحيث ان تكون محصوره ما بين لا اما متجهين داخلين او متجهين خارجين من نقطه التقاطع. انا قلتها تمام. كتير اهو. تمام. تمام. فتعالى نشوف كده مساله على الكلام ده. قال لك هنا بقى عندك ثلاث احتمالات. الثلاث احتمالات دول مش هيفهم يعني، هو بس كلام لازم نقوله للاسف. ايه هو؟ ان لا اما الناتج بتاع الضرب القياسي دوت، لا اما تكون قيمه موجبه، قيمه موجبه، مم. او ممكن تكون قيمه سالبه، او ممكن أو تكون صفر. عندك احتمال ثالث؟ هل عندنا احتمال ثالث من الارقام؟ ما عندناش. عندنا لا اما الناتج ده يطلع موجب، لا اما يطلع سالب، لا اما يطلع بصفر. مم. لما القيمه اللي تكون عندك تكون موجبه، اعرف ان السيتا ديت ها اكبر من الصفر واقل من ال90. سعيد. اه. ده لو كان طلعت موجبه. مم. طب لو كان تمام. طلع سالب، يبقى السيتا ديت هتبقى عباره عن 90. ايه؟ لا لا، مش أكبر من 90. هتبقى اكبر من 90 كام؟ واقل من 180، صح كده. مم.
طب امتى تكون ناتج الضرب القياسي بصفر؟ لما يكون المتجه الاول عمودي على المتجه الثاني، يعني يكون السيتا ب 90. واضح كده؟ تمام. يبقى امتى يكون حاصل الضرب القياسي بصفر، الناتج بتاعه بصفر؟ ها؟ السيتا تكون 90. لما يكون السيتا ب 90 درجة. يعني ايه سيتا 90 درجة؟ يعني المتجه الأول عمودي على المتجه الثاني، صح؟ يعني لو اه. دوت اسمه المتجه ألف ودوت اسمه المتجه ب، لو الزاوية اللي ما بينهم 90 يبقى هما الاثنين متعامدين على بعض. في الحالة ديت حاصل الضرب القياسي لهم بيكون بكام؟ بصفر. صفر. وديت هنستخدمها في المسائل كتير. يمكن دي ودي ما بتفيدنيش قوي، اللي بيفيدني مين؟ اللي بيفيدني دي اكتر حاجه في حل المسائل او في الامثله اللي بتيجي يعني على الجزئيه دي. تمام. يبقى اللي انا قلته في الصفحه ديت ايه يا شباب؟ فرقت لكم ما بين السيتا، خدت طبعا القانون بتاع الضرب القياسي اللي هو معيار الاول في معيار الثاني بجهه الزاويه اللي ما بينهم، وعرفنا ايه شروط الزاويه اللي ما بينهم. لازم أن يكون المتجهين داخلين او خارجين لنقطه التقاطع. نفس النقطة. طب لو واحد داخل واحد خارج، همد واحد على استقامته، نعمل يبقى الابتداء. الزاويه ديت هي اللي ما بينهم. تمام. وعرفنا ان الضرب القياسي ممكن يكون لا اما قيمه موجبه لا اما قيمه سالبه لا اما بصفر. اللي يهمني اللي هو يكون في حاله الصفر. لما يكون بصفر اعرف ان المتجهين متعامدين على بعض. المتجهين متعامدين تمام. على بعض. تمام كده. تمام. خش في اللي بعده. طب قال لك في حاجه تانية. قال لك في ملاحظه تانية. ايه هي الملاحظه التانية؟ ان لو انا دلوقتي عندي المتجه الاول اللي اسمه الف، المتجه الاول اللي اسمه الف بيوازي المتجه الثاني اللي اسمه ب وفي نفس اتجاهه، يعني هما الاثنين لا اما باصين يمين او هما الاثنين باصين شمال. في الحاله ديت في الحاله ديت الزاويه اللي بتكون ما بينهم بتكون بصفر، صح؟ لو هو انا عندي المفروض متجهين، متوازي، اه. لو هما متجهين متوازيين، هما الاثنين متوازيين زاوية وباصين صفر. في نفس الاتجاه، الزاويه بتاعتهم بتكون بصفر. الاحتمال الثاني لو انا تمام. عندي متجهين، متجه اسمه الف ومتجه اسمه ب، متوازيين بس في عكس الاتجاه، متوازيين بس في عكس الاتجاه. ده باصص يمين والتاني باصص شمال بس هما الاثنين متوازيين. في الحاله ديت السيتا تكون بكام؟ تكون ب 180. ها؟ اه، فهمت. تمام. تمام يا شباب. فهمت. مم. هم. مين مش فاهم الحته دي؟ هي اللي هي ال 180 دي بتبقى على شكل ان لو جمع حطينا اه يعني انت لو الخطين انت في نفس جيت الخط. حطيت لي اه. الف كده وحطيت لي ب كده، الزاويه اللي ما بينهم ديت ايوه، فهمت. 180. مم. ولو جيت حطيت فهمت. لي الف كده وب عليه، فالزاويه اللي ما بينهم هتكون بكام؟ زاوية بصفر. صفر. تمام كده يا شباب. اه. تمام. اه. تمام. من هنا من هنا ممكن اطلع قانون بقى اللي برضه الحاصل الضرب القياسي. لو عندي ألف ضرب قياسي ب في الحالة ديت، هيبقى معيار الأول في معيار الثاني في جتا الزاوية اللي ما بينهم. عارف جتا صفر بكام؟ بواحد. اه، كانت صفر واحد. جتا صفر بواحد. فيبقى ناتج الضرب القياسي هنا إيه؟ معيار الأول في معيار الثاني. طب لو كانوا هما مم. الاثنين متوازيين بس الثيتا اللي ما بينهم 180 يعني في عكس الاتجاه، بيبقى حاصل الضرب صفر. القياسي لهم. لا، هتبقى المعيار الأول في معيار الثاني في جتا 180. جتا 180 بسالب واحد، يبقى القيمه دي كده سالب. احنا مم. قلنا حاصل تمام. الضرب القياسي، حاصل الضرب القياسي مش هيبقى بصفر ابدا الا لما يكونوا هما الاثنين متعامدين على بعض، الزاويه اللي ما بينهم 90. مم. تمام. يبقى لو الزاويه تمام. اللي ما بينهم 180، هيبقى جتا 180 على الاله الحاسبه هتلاقيها بسالب واحد، فهتبقى سالب معيار الاول في معيار الثاني. طب انا برجح اللي انت ما تحفظش القوانين دي. انا مش عايزك تحفظ دول، مش عايزك تحفظ دول، مش عايزك تحفظ دول. انا علمتك ازاي تجيبهم، صح؟ مم. بس يبقى لما الراجل يجي يقول لك متوازيين وفي نفس الاتجاه، اعرف ان الزاويه بصفر واشتغل بالقانون الاساسي اللي هو معيار الاول في معيار الثاني بجهه الزاويه اللي ما بينهم، وشوف الناتج هيطلع معاك بايه.
انما ما تحفظش قوانين كتير. احفظ القانون الاساسي، ومن خلال فهمك لنص المساله ابدا طلع معطياتك وحل. ما تستناكش تحفظ لكل شكل مساله قانون. انا بس عملته قدامك عشان تعرف ازاي هترسم الرسمه وتطلع الزاويه اللي ما بينهم وتحط. ماشي. يبقى احنا دلوقتي تمام. القانون اللي احنا خدناه ان الالف متجه ضرب قياس الب متجه هو عباره عن معيار الاول في معيار الثاني في جتا الزاويه اللي ما بينهم. معيار جت الزاوية بس المحصورة ما القانون بينهم. ده القانون ده الوحيد اللي انا عايزك تحفظه. اي قانون تاني انا قلته ملوش لازمه. ليه؟ انت من خلال قراءتك للمساله، انا بوريك دلوقتي الحالات الخاصه قدامك إيه، بحيث ان انت تكون فاميليار بيها، يعني تكون انت ايه، شفتها مره على الاقل. بعد ما شفتها مره على الاقل وانت بتحل هتعرف تطلعها سهل جدا، وتطبق عليها القانون الاساسي دوت، هتطلع ناتج مظبوط. تمام. تمام. تمام قوي. تمام. تعال بقى ناخد خواص الضرب القياسي عشان نبدا بقى على طول في المسائل بتاعتنا. ماشي. تمام. الخواص بتاعه الضرب القياسي نقول كده القانون الاساسي. عايزين خواص الضرب القياسي. اول خاصيه انا اديتها لك في اول الحصه، قلت لك ايه؟ ان الضرب هو القياسي ابدالي، الأساس صح؟ بيبقى رقم. لا، اول حاجه اللي هو ابدالي، اللي هو لو انا قلت لك الف متجه ضرب قياسي ب متجه، هي لما اقول لك ب اه. متجه ضرب قياسي الف متجه، صح؟ دي اول خاصيه اللي صح. هو خاصيه الابدال. تاني حاجه او تاني خاصيه عندنا وهي خاصيه التوزيع. خاصيه التوزيع يعني ايه التوزيع دوت؟ يعني لو انا بقول لك عندي الف متجه ضرب قياسي مع ب متجه زائد ج متجه، زائد او ناقص مش هتفرق، زائد او ناقص مش هتفرق، عندك هنا حل من الاثنين. ايه هو الحل من الاثنين؟ لا، اول حل يجي في دماغك اللي انت اول حاجه تجمع الب والجيم وتطلع لي متجه جديد مثلا وليكن اسمه د، وتضربه مع الالف، صح؟ مم. دوت حل. صح. او تستخدم خاصيه التوزيع. هعمل ايه؟ هوزع الضرب القياسي على الب والجيم، فتبقى الف متجه ضرب قياسي ب متجه زائد او ناقص الف متجه ضرب قياسي ج متجه. مم. تمام. يبقى دلوقتي ايه اول خاصيه اللي هي الابدال، اللي هو ينفع الابدال ما بين الحاجات المضروبه. تاني حاجه خاصيه التوزيع. خاصيه التوزيع ديت براحتك، ممكن تجمع اللي جوه الاقواس او تطرحه، اللي هو الب والجيم، ويطلع لك متجه جديد، واللي يطلع اضربه في ضرب قياسي مع الف. او تعمل خاصيه مم. التوزيع، توزع الالف على اللي جوه القوس، زي ما كنت مثلا اجي اقول لك 2 في 3 زائد 5. انت عندك هنا اريحيه جدا. ليه؟ ممكن تقول لي 3 زائد 5 8، واللي يطلع اضربه في 2 يبقى 16. ده حل. او الحل التاني اللي انت توزع الاثنين على الثلاثه والاثنين على الخمسه، تقول لي 2 في 3 ب 6 زائد 2 في 5 ب 10، يطلع لك في الاخر 16. فهمت الخاصيه ديت ايه نظامها؟ خاصيه التوزيع. مم. بخاصيه التوزيع مم. لا توزع، لا تخلص اللي جوه القوس واللي يطلع اضربه في الالف. واضحه كده يا شباب؟ تمام. واضحة بس. حد مش فاهم؟ مش فاهم يقول اعيد تاني. لا، تمام. تمام. عندك الخاصيه الثالثه، دي خاصيه تبقى بالنسبه لك واضحه شويه. ايه هي؟ لو انا بقول لك والله عندي كاف الف متجه، الكاف ده رقم، يعني يكون مثلا 2 3 5 اي رقم، مضروب ضرب قياسي مع ب متجه. فانت ممكن تقول لي انا ممكن اضرب الالف متجه ضرب قياسي مع الب متجه، والناتج اللي يطلع ابقى اضربه في الرقم اللي هو كاف. مم. او ممكن تقول لي انا ممكن اخلي الالف دوت وانقل الكاف جنب مين، يبقى ضرب قياسي مين؟ كاف ب متجه. نفس الخاصيه بالظبط، نفس الحاجه بالظبط. يبقى انا لما اجي تمام. مثلا اقول لك عايز اجيب 2 الف متجه ضرب قياسي ب متجه، فانت عندك الاريحيه، لا تضرب الالف متجه في ب متجه واللي يطلع تضربه لي في 2، الناتج اللي يطلع طبعا هيكون رقم، تضرب لي الرقم دوت في 2. لا اما تنقل الاثنين ديت عند الب،
يبقى ألف متجه ضرب قياسي 2 ب متجه. تمام، انت عندك الاريحيه. ما اشوفش بقى واحد منكم كده يقول لي 2 الف متجه ضرب قياسي ب متجه، هستخدم هنا خاصيه التوزيع واوزع الاثنين على الالف وعلى الب. هنا ضرب يا نجم، هنا مش جمع او طرح. مم. واخد لي بالك؟ يعني مثلا لما كنت بقول لك 2 مضروبه في 3 في 5، كنت بتقول لي 2 في 3 و2 في 5 واللي يطلع اضربه في بعضه؟ لا، كنت بتقول لي هي خلاص الاثنين مضروبه في الثلاثه والخمسه، فتبقى عباره عن 2 في 3 في 5، ثلاثه مم. مضروبين في بعض. ما بنعملش خاصيه التوزيع الا مع الجمع والطرح بس يا رجاله. تمام. تمام. يبقى برضو الخاصيه ديت برضو رقم 3 ديت، اللي هي بتاعه الرقم. تمام، الرقم الحقيقي. ودي برضو خاصيه مش هتلاقيها مؤثره معاك قوي، ليه؟ عشان انت كده كده وانت شغال هتتعامل معاها سهله، يعني مش قصه. الخاصيه اللي بعد كده، وهي لو كان لو كان المتجه الف او المتجه اللي اسمه ب متجه صفري. يعني ايه كلمه متجه صفري ديت؟ يعني السين بصفر والصاد بصفر والعين بصفر، صح؟ مم. وبالتالي يكون المعيار بتاعه برضه بصفر. صح. في الحالة ديت يكون حاصل الضرب القياسي بكام؟ صح. بصفر. يبقى احنا دلوقتي قلنا حاصل الضرب القياسي هيكون بصفر في حالتين: لو كانت السيتا ب 90، او لو كان مم. احد المتجهين متجه ايه؟ صح. صفري. واضحة كده يا رجالة؟ واضح بس. الدنيا كده متربطة ببعضها. مم. حلو قوي. نشوف بقى الحوار ده. ثانية واحدة اجيب مسألة من الكتاب ونبدأ نحل. جايب لك السؤال ده كده. جايب لك السؤال ده كده والرسم. تمام، واضحة كده مع الكل. مم. بيقول لك أ ب ج د مربع طول ضلعه 5 سم. تمام. ماشي. الراجل بيقول لك أنا عايز حاصل ضرب القياسي للب أ ضرب قياسي مع الجيم د. فين الب أ؟ بص الب أ أهو. تعال نجيب لون ب مختلف ألف. كده. تعال نجيب لون مختلف. الب أ أهو. شايف اللون ده؟ اه. عايز يضربه مع مين؟ مع الجيم د. واخد بالك إن هما الاتنين متوازيين وفي نفس الاتجاه؟ يبقى بصفر. لا، قلنا لو متوازيين وفي نفس الاتجاه، يبقى لو انا قلت الب أ ضرب الجيم د، طبق القانون. انا القانون كان بيقول لك ايه؟ معيار الب أ في معيار الجيم د، صح؟ في جتا الزاويه اللي ما مم. بينهم. جتا الزاويه اللي ما بينهم دلوقتي كام؟ صفر، عشان هما الاثنين في نفس الاتجاه ومتوازيين. لو انت جيت على الاله اه. الحاسبه كتبت جتا صفر هيديك واحد. فتبقى عباره اه. عن معيار الب أ. الب أ اصلا بكام؟ الب أ دلوقتي يمثل لي طول ضلع مربع، يعني 5، صح؟ خمسة وخمسين. 25. في 5 يبقى 25. 25. ها، مين مش فاهم؟ تمام. اللي مش فاهم يرفع ايده. اه تمام تمام. تعال نشوف رقم 2. الراجل بيقول لك انا عايز اجيب الالف د. شايف الازرق؟ الالف د، مم. الالف د، الالف د ضرب قياسي مع الجيم ب. فين الجيم ب؟ الجيم ب يعني ماشي في الاتجاه ده كده.
واخد بالك ان هما الاتنين متوازيين وفي عكس الاتجاه، اه. ده رايح شمال والتاني رايح يمين. يبقى انا لو انا كتبت كده، رحت كتبت كده، مؤاخذة، لو انا كتبت كده الالف د ضرب قياسي مع الجيم ب، هيكون عبارة عن، انا بكتب القانون والله يا رجالة ما بخترعش من عندي، معيار الاول في معيار التاني السالب واحد. في جتا الزاوية اللي ما بينهم. قلنا لما يكونوا هما الاتنين متوازيين وفي عكس الاتجاه، الزاوية اللي ما بينهم بتكون بكام؟ 180. 180. 180 جتا 180 على الآلة الحاسبة بسالب واحد. سالب واحد. يعني هي عبارة عن سالب في سالب واحد في خمسة في خمسة في خمسة، صح؟ اللي هو معيار المتجه خمسة. الأول بيمثل لك طول ضلع مربع بخمسة سنتي، والجيم ب بكام؟ بخمسة سنتي. يبقى بكام؟ سالب 25. الله عليك. يبقى واحد واثنين كده وهندسة متفقين. وعادي. اتفضل. عادي لو عملنا اللي هي يعني مثلا نخلوها بي جيم دي بسالب خمسة، نعملوها جتا صفر. ماشي، لو انت قلت لي الب ج مثلا هتبقى هو هتبقى الب ج، يعني انت هتقلب وتخلي الزاويه اقل بكام؟ اه بصفر. بس انت ما دام هتبقى على نفس جتا، الب ج يبقى لازم تحط سالب هتبقى فعلا. جتا صفر. بالظبط. بس ما تنساش السالب. تمام. تمام. يبقى انت فعلا ممكن تقول لي، مش احنا واخدين يا شباب ان الب ج متجه هو سالب الجيم ب متجه؟ مم. هو صح. الراجل قال لك هحلها من هنا كده، بدل ما اقول الجيم ب، لا ده انا هقول الب ج واحط سالب. مم. مين مش فاهم النقطه تمام. دي؟ انت لازم تشغل دماغك بقى، انت راجل دلوقتي تعتبر مخلص نص الفراغيه، بتشغل دماغك بقى في حل المسائل ان شاء الله يبارك لك يعني. تمام. عايزين نحل رقم ثلاثة. رقم ثلاثة الراجل بيقول لك انا عايز اجيب مين في مين؟ عايز اجيب سالب الالف كام؟ د. الالف د اللي هي برضه في نفس الاتجاه، ها الف د اهي.